اسمع هاي القصة. هذه طفلة اخواني كانت في المدينة، مدينة رسول الله، طفلة من عائلة ناصب العدا لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم. ليالي شهادة الزهراء سلام الله تعالى عليها، اكو حسينية يومهم. خرجت الطفلة مرة مرتين تدخل بهذه الحسينية تسمعهم يلطمون ويصيحون يا زهرة يا زهرة يا زهرة. رجعت الطفلة ذلك اليوم، رجعت إلى الدار وهي تنادي يا زهرة يا زهرة. طفلة بريئة وسمعت هذه الكلمة استطعمتها، تردد يا زهراء، سمعوها أهلها. بويا انت جاي تصيحين، هذا شرك، هذا ما يجوز، لا تذكرين هذا الاسم. بسطوها خطية الطفلة، لكن الطفل يحفظ، تنسى الموضوع وترجع تصيح يا زهراء عندك حوائج الليلة، أريدك تذرف الدمع ويا الزهراء. أيام ومر بيهم أقاربهم، هاي العائلة أقاربهم كان من المتشددين ومن المتعصبين ومن الذين يكيدون العدا لأهل البيت. سمع الطفلة تلعب وتنادي يا زهراء. قالوا ها شنو جاي تحكي؟ هذا شرك، هذا كيت، هذا كيت، هاي بداية شهر، هاي الطفلة لو ينقطع لسانه لو تنقتل، انتم مشركين صايرين، انتم كذا. بالسعودية طبعا هاي الحادثة. قالوا لها طفلة شو نسوي لها هذه؟ قالوا ما يصير، هاي لو تمنعونها، لو تقطعون لسانها، لو تقتلونها. انت مفارق اطفالك وشايف معزة طفلك على قلبك، شلون يقدرون يقتلون هاي الطفلة يا موالو؟ بعد يومين رجع هذا اللعين إلى تلك العائلة وسمع الطفلة تلعب بالصح يا زهراء. قالهم لو تقتلونها، لو أنا أقتلها. أشار عليهم كل ما يوكلون قتل هذه الطفلة لأحد، لأبوها قالهم ما أقدر، الأمها ما تقدر، الإخوان ما يقدرون. قالوا مشير عليكم عندكم بيت بستان في مزرعة، تخلون الطفلة نايمة بهذا البيت، تقطعون الماء، تفرغون البيت من محتوى الأكل، تقفلون الباب وتطلعون ظلون 10 أيام هيك ورجعوا، هي تموت من العطش والجوع. فوافقوا على هذه الفكرة. وفي الليل تركوا الطفلة نائمة، طفلة 5 سنوات بريئة، وعلى شنو؟ على حشاية صاحت يا زهراء يا زهراء. جمعوا أغراضهم يا موالون، تركوا الطفلة نائمة. خرجوا جميعا، قطعوا الماء، أفرغوا الدار من محتوى الطعام، قفلوا الدار وذهبوا. بعد 10 ليال يا موالون يا موالون رجعوا. لكن شلون رجعوا؟ الابن عزيز وهاي طفلة، والطفلة دائما تكون بريئة. بالله عليكم يا اللي يستطيع يفتح الباب، شلون يقدرون يفتحون الباب؟ ما يدرون الطفلة وين نايمة، يم الماء لو يم المطبخ، ما يدرون شلون هيئتها وهي ميتة منذ 10 ليالي. يقول ما إن الأب فتح باب الدار وإذا بالطفلة تركض بابه. يا موالون جاءت الطفلة تنادي أبا أبا أما، وهي تبكي وتحتضنه. وقعوا جميعا على الأرض ما رأوه من معجزة. قالوا بنية أنت حية،
قالت بلى. استقبلتهم بتلك الرائحة العطرة، بذلك الوجه المشرب بحمره، بتلك الملابس النظيفة، بذلك الشعر الممشى. بويا شلون انت عايشة؟ قالت لهم بس ما رحتوا وعفتوني، قعدت صحت عليكم ماكو جواب، ظليت ابكي. احسست بالعطش، اروح ادور ماي ماكو، ادور طعام ماكو، ظليت ابكي وحيدة بالدار. إذ يقول وإذا بامرأة وقورة ذات هيبة، مسحت دموعي، أسقتني ما أطعمتني، مددتني في حجرها 10 ليالي وهي في الدار تؤنسني، تطعمني تسقيني. قالوا لها منو هذه المرأة يا موالو؟ قالت لهم أنا سألتها انت منو؟ قالت أنا الذي ناديتي